طبعًا كلنا عارفين القصة بتاعة الدكتور الاستشاري اللي كان مسافر في الخليج وبقى له 30 سنة ورجع، وطبعًا عارفين القصة الكاملة بتاعته اللي هو عياله خدوا كل حاجة عنده وما ادولوش أي حاجة، وقالوا له اثبت إنك أنت كنت بتبعت فلوس وليك فلوس والكلام ده كله، بعد ما تقاعد، بعد ما بقى عنده يعني 70 سنة وعايز يقعد وعايز يرتاح والكلام ده كله. لكن ملخص الموضوع ده كله في حاجة واحدة بس، التربية. التربية، وكل حاجة وليها يعني زي ما تقول إيه، وليها تَمَن. بتسافر، بتروح، بتيجي، بتتغرّب، بتشتغل، بتسيب عيالك، بتقعد معاهم، بتواسيهم، بتراعيهم، ده كُلّه ليه تَمَن. ربنا سبحانه وتعالى لمّا قال: "وقُل رب ارحمهما كما ربياني صغيرًا." ما قالش ربنا كما لبّساني، كما أكّلاني، كما شرّباني، الكلام ده كلّه ربنا ما اتكلّمش عنّه. ربنا قال: "ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق نحن نرزقهم وإياكم إن قتلهم كان خطأ كبيرًا." نحن نرزقهم وإياكم. كل حاجة ليها تَمَن، هتسافر، هتروح، هتيجي، هتربّي عيالك صح، هتعلّمهم صح، كل حاجة ليها تَمَن، وكل حاجة وبحساب. سافرت ورُحت وجيت واتغرّبت، قعدت 30 سَنة بعيد عن عيالك، هو ده التَمَن، هي دي فاتورة الغُربة. فما تزعلش، ما تزعلش من عيالك، ما تزعلش من اللي حصل، ما تزعلش من الفاتورة اللي أنت دفعتها، ما تزعلش من أي حاجة حصلت معاك، لأن ده نتاج 30 سَنة بعيد عن عيالك، نتاج يوم، نتاج ليلة، نتاج أسبوع، نتاج شهر، نتاج سنة، سنتين، 3، ما عرفتش عيالك بيتغرّبوا يعني بياكلوا إزاي، بيشربوا إزاي، بيصاحبوا مين، متربيين إزاي، قاعدين مع مين، رايحين مع مين، مصاحبين مين، ما عرفتش تقعد معاهم ولا تحتويهم ولا تعرف أخبارهم، عرفت بس تكون ATM بالنسبة لهم، مكنة بتدّي فلوس وتصرف وتدفع وتأكّل وتشرّب وتلبّس وفلوس زي الفل وعربيات رايحة وعربيات جاية وملايين رايحة وملايين جاية، لكن حكاية إنّك أنت تبُص على التربية ما فيش، وده أوسخ حاجة، وده أصعب حاجة من الأساس، إنك أنت ما بصيتش على ده من البداية، ف30 سنة فاتورة صعبة، ده ليك وليّا ولأي حد عايز يبعد بعيد عن عياله.